اخواتي الاعزاء ومشاهديني من كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد. من المهرجانات الجميلة جدا اللي بتتعمل في ألمانيا مرة واحدة بس في السنة هو مهرجان من اللي احنا موجودين فيهم النهاردة. في الجزء اللي فات شفنا حاجات كتيرة جميلة مع بعض، ورحنا شفنا مدرعات ودبابات وصورناها كمان من جوه. بعد كده رحنا اتفرجنا على الموتوسيكلات والمكن بأشكالهم وألوانهم، وكمان رحنا اتفرجنا على العربيات واتفرجنا على اكتر من نوع عربية وعرفنا اسعارهم، وكمان اتفرجنا عليهم من جوه. وده هيكون الجزء الثاني من الفيديو الاول. تعالوا نشوف يا ترى هنشوف ايه المرة دي. ودلوقتي معايا العربية التويوتا السي اتش ار، عربية جديدة مش مستعملة، 4 سلندر و197 بي اس. والعربية دي فيها الساوند سيستم من شركة جي بي ال، فيها الجي بي ال بريميوم ساوند سيستم. والعربية دي هايبريد، يعني فيها بنزين وفيها كهرباء، وجاية بنظام كاميرات للباركينج، كاميرات خلفية، وفيها الهيد اب ديسبلاي زي العربيات البي ام، وسعرها هيكون 44,000 يورو 361. تعالوا دلوقتي اخدكم وافرجكم على العربية من جوه شكلها عامل ازاي بالظبط. وهنلاقي ان الباب بتاعها جاي بيلت ان، يعني الاكرة اللي مدفونة جوه الباب، مجرد ما بتعمل كده تفتح معاك، تقوم شادد دي كده العربية فتحت معاك. وده هيكون شكل العربية من جوه. تعالوا أول حاجة نتفرج عليها وهي التابلو. هنلاقي مساحة تخزين هنا ومساحة تخزين في الباب، وكمان الشاشة جاية بالحجم الكبير علشان تبقى الرؤية واضحة، سواء أنت بتستخدم النافي أو سواء أنت بتعمل أي حاجة تانية عليها. هنلاقي هنا فتحات التكييف جاية بالشكل ده، تحت هنلاقي السكرين بتاعت التكييف. وهنيجي هنبص على الدريكسيون هنا هنلاقيه جاي بالشكل ده، اللي فيه الخياطة بتبقى بارزة وباينة كده زي البي امات، شكله محترم جدا. بالإضافة إن احنا هنلاقي زراير الكنترول موجودة على الدريكسيون علشان ما تحتاجش تعمل حاجة أثناء القيادة. هنلاقي لمسة الجي ار هنا، كمان هنلاقي اللمسة دي تحت لو انتوا واخدين بالكم في فرشة العربية. وهنلاقي هنا جنب كرسي السواق المسند جاي بالشكل ده وبالخامة دي وبالتفصيلة دي، بحيث لما الشخص يحط ايده كده تبقى الملمس هنا مريح بالنسبة له. هنا في مثبت السرعة ومثبت الحارة، وهنا الزراير اللي بتتحكم في تثبيت السرعة، وهنا علشان تكنسل. وكمان جاية بزرار باور للانجن علشان تشغل الموتور من غير ما تحتاج توصل مفتاح. وجاية بفتحات التكييف دي شبه المرسيدس شوية. واللي قدام اللي هناك ده الجزء اللي نازل اللي تحت ده الهيد اب ديسبلاي علشان تظهر لك قدامك هنا السرعات. يعني العربية دي واخده الهيد اب ديسبلاي من شركه بي ام، واخده شكل التكييف ده قريب من مرسيدس. يعني عربيه بتحاول تطلع احسن نسخه من النسخ بتاعتها السنه دي. وهنا الزرار الاولاني ده اللي مرسوم عليه كرسي وطالع منه بخار ودخان او ايا كان، ده خاص بالتدفئه بتاعه العربيه. والزرار الثاني ده خاص بالتدفئه بتاعه الازاز. وهنا في المكان ده تقدر تحط تليفونك ويشحن وايرلس. وده شكل الجير بتاعها جاي بالحجم الصغير البسيط ده جدا، وباقي الكنترول اهو. وهنا الاضاءه بتاعه الصالون تقدر تتحكم فيها، والسماعات جايه بالشكل الفضي ده. تعالوا بقى دلوقتي انزل اخدكم افرجكم على العربيه دي من ورا شكلها بيكون عامل ازاي. هنلاقي الكامل خلفيه موجوده هنا اهي، ونفتح نشوف يا ترى مساحه التخزين ورا عامله ازاي. هنلاقي مساحه التخزين دي بالحجم ده، وهنلاقي هنا سماعات ساوند سيستم كبير جدا من شركه جي بي ال. مفيش مساحة تخزين تاني، هي المساحة دي بس كده. طبعا بتقدر تنزل الكراسي من هنا لو انت معاك حاجة كبيرة مش معاك ركاب ورا، تقدر تنزل الكراسي دي وتحط اللي انت عايزه هنا. وبعد كده عندك الزرار ده اللي بتدوس عليه بيقفل لك الشنطة تاني زي ما انتم شايفين الشكل ده. وبعد كده معايا العربيه الصغيره دي، عربيه محندقه كده وصغيره اسمها سمارت، والعربيه دي كهرباء بس. تعالوا نشوف مواصفاتها واسعارها هتكون عامله كام بالظبط. والعربيه دي موديل سنه 2021، مستعمله مش جديده، مشيت بس 2270 كيلو، 82 بي اس. وناقل الغيارات فيها هيكون اوتوماتيك مش مانوال، وكمان جاي عليها ضمان سنه. وسعرها هيكون 17,490 يورو، ولكن عليها عرض وسعرها هيكون 15,990 يورو. تعالوا بقى اخدكم نتفرج على العربيه دي من جوه ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي بالظبط. العربيه هنا فيها اوبشن جميل جدا اسمه الزيف ريكفري، يعني العربيه دي لو اتسرقت بيقدروا يحددوا مكانها ويجيبوها تاني، زي فايند ماي ايفون كده مثلا. تعالوا دلوقتي نخش جوه ونشوف العربيه دي شكلها عامل ازاي من جوه.
هنلاقي الباب جاي بالشكل ده، شكل متواضع جدا وبسيط جدا. في الشبكه هنا تقدر تخزن فيها اي حاجه، وهنا الكنترول بتاع الازاز هما اتنين بس، بتاع السواق والشخص اللي قاعد جنبه، لان هنا الازاز بينزل لكن هنا الازاز مش بينزل ثابت. وهنا هنلاقي المؤشر بتاع الشحن بتاعها، وهنا مكتوب بيانات عن بطاريه العربيه. هي مشحونه دلوقتي 43%، وبيبقى باين قدامك هي مشحونه قد ايه بالظبط. والعربيه اقصى سرعه فيها هتكون 160 كيلو في الساعه. تعالوا نشوف بقيه التفاصيل. هنلاقي زرار الانتظار موجود هنا فوق، وده شكل فتحه التكييف او الدفايه، وجايه بالشاشه البسيطه خالص دي، ما فيهاش غير زرارين، زرار هنا للهوم وزرار تعلي وتوطي منه وتشغل الشاشه. وهنا هنلاقي التكييف، وعاملين فكره جديده وجميله هنا في العربيه دي، وهو ان التكييف بتتحكم فيه من غير بكره او زرار، بتقدر تتحكم فيه بالطريقه دي. بتحرك الجزء ده كده على درجه الحراره اللي انت عايزها، سواء يمين او شمال، بس كده. وهنا شكل الدريكسيون، دريكسيون صغير عليه اللوجو بتاع سمارت. في هنا كنترول تعلي وتشغل منه الاغاني وترد على المكالمات. وهنا في كنترول تاني، وهنا في محدد السرعه، وهنا انك تقدر تكنسل محدد السرعه. جايه بالفتيس الشكل ده، جايه بهاند بريك عاديه. والعربيه دي على قد ما تبان صغيره من بره، لكن القعده جوه بتاعتها مريحه جدا. مش حاسس ان انا ركبتي مثلا متنيه طالعه لفوق او حاجه، بالعكس مادد ركبتي ومفيش اي مشكله. وكمان فوقيه السقف في مسافه ما بينه وما بين السقف، وفي فتحه سقف فوقيه اهي تقدر تفتحها من هنا تبقى زي الجزء اللي ورايا ده، وفي فتحه سقف ورا كمان. وهنا في زرار للمود مكتوب عليه ايكو، اللي هو الايكونومي، يعني الوضع الاقتصادي الموفر للعربيه. وهنا في مساحه تخزين، والاوكر جايه بالسيلفر. هنلاقي موجود هنا كام خلفيه، والشنطه بتتفتح بايدك مش بتتفتح بشكل اوتوماتيك، هو ده شكلها. تعالوا نشوف مساحة التخزين ورا بتكون عاملة ازاي. لحد ما مساحة صغيرة مش كبيرة، يعني تاخد شنطتين سفر فوق بعض او شنطة واحدة من الشنط الكبيرة بتاعة السفر. وهو ده كان باختصار شكلها ومواصفاتها، اتفرجنا عليها وخدنا فكرة عنها. ودلوقتي المكان اللي انا موجود فيه ده حاليا، موجود فيه المكن اللي بيقطع الزرع بس بشكل اوتوماتيك. كل مكنة من المكن ده فيها سنسورات بتعرف مساحة الحديقة اللي انت موجود فيها، وبتعرف ان لو في جسم قدامها مش بتيجي ناحيته. دي بتشتغل بشكل اوتوماتيك. في منها المكنسه المنزليه، بس الاله اللي معانا النهارده خاصه بتقطيع الزرع، وسعرها بيختلف من حجم للتاني ومن نوع للتاني. وسعر المكن ده بيبدا من 2200 يورو، وكل ما الامكانيات بتعلى في المكن ده سعره بيعلى. يعني مثلا في الشكل الصغير اللي معانا ده سعره 2449 يورو، الحجم الاكبر منه سعره هيكون 3299 يورو. وكذلك كل ما الحجم بيكبر اكتر سعر الاله دي بيكون اعلى بكتير. وهنا موجود المكن اللي بيقطع الزرع من شركه هوندا، ده المكن اليدوي اللي بيستخدموه الاشخاص بايديهم، مش زي الاله الاوتوماتيك اللي بتقطع الزرع بشكل اوتوماتيك زي اللي احنا شفناها من شويه. هنبدا باول اله معانا اللي موجوده قدامي دي، سعرها 449 يورو. طبعا كل ما بتزود في حجمها وامكانياتها سعرها بيرتفع اكتر. تاني مكنه دي حجمها اكبر شويه، سعرها 669 يورو. والمكنه دي حجمها اكبر من الاثنين دول، سعرها 1029 يورو. احلى حاجه في المكان ده اللي هو موجود فيه مطاعم، يعني كل الاماكن اللي ورايا دي اللي هي الكشاك والكواخر خشبيات صغيره دي عباره عن مطاعم. في ناس هنا بتبيع قهوه ومخبوزات، في ناس هنا بتبيع نقانق، في ناس هنا بتبيع سمك. يعني لو انت بتدور على حاجه معينه علشان تاكلها هتلاقيها ان شاء الله. بالاضافه اللي هم عاملين الاماكن البيضاء اللي ورا دي مغطاه علشان لو المطر بيمطر تقدر تلاقي مكان تقعد فيه وتاكل فيه. ومش كده بس، جميع انواع الاكل والوجبات اللي موجوده هنا وحتى المشروبات موجود عليها خصم كبير علشان الايفنت بتاع النهارده. الو اوكي، فين البنك؟ لما بتشتري بقى من هنا حاجه بيدوك الورقه دي، بيدوك المشروب في كوبايه عاديه جدا، وبيدوك الورقه دي. لما بترجع الكوبايه بتاخد الرهن اللي انت سبته على الكوبايه اللي هو بيكون 2 يورو. 5 دقائق كده راحه اشرب كوبايه القهوه دي، واقوم اصور لكم بقيه تفاصيل اليوم ان شاء الله. وهو ده المكان اللي انا قلت لكم عليه من شويه، مكان مغطى بحيث ان الدنيا بره لو بتمطر تيجي تقدر تخش هنا تاخد مشروبك تقعد تاكل في هدوء، وبعد كده تطلع بره للمطره وللجو وللناس براحتك يعني. هنا هنلاقي موجود عربيات فولفو، وهناك موجود عربيات فورد. المميز في المكان ان كل براند بيبقى فيه موظفين تابعين ليه موجودين هنا، بمعنى انك لو ليك اي سؤال او اي استفسار عن اي نوع عربيه بتلاقي موجود زي المكان اللي ورايا ده كده، مكان مخصص موجود فيه موظف من موظفين المبيعات في الشركه دي، بحيث اللي هو يديك اي معلومه انت محتاج تعرفها عن العربيه. وكمان لو في شخص عجبته عربيه بيقدر يطلع يجربها. هسألكوا سؤال يا شباب، حد يعرف نوع البراند ده
ايه او نوع العربيه دي ايه بالظبط. عربيه كهرباء 100% وبراند جديد وماركه جديده. لو حد يعرف الماركه دي يكتبها لنا تحت في التعليقات. وده شكل العربيه من ورا، مكتوب عليها اورا. الواحد بقى يشوف حاجات كتيره في المانيا غريبه. نفس الكلام موجود في الماركه دي، ماركه مش معروفه بس العربيه شكلها جميل جدا. لو حد يعرف نوع ماركه العربيه دي ايه يا ريت يكتبها لنا تحت في التعليقات. من اجمل الاشجار اللي بحب اشوفها في فصل الصيف. الشجره دي لما فصل الصيف بيجي بتكبر والزهور بتاعتها بتطلع، بيبقى شكلها تحفه مختلف عن باقي الاشجار اللي موجوده هنا. ولحد هنا يا اخواتي الاعزاء وهيكون الفيديو بتاع النهارده بتاعنا خلص. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وزي ما انتم ما متعودين معايا ان انا مش بحب اروح اقضي يوم من غير ما اشاركه معاكم. ودينا قضينا اليوم سوا، شفنا حاجات كتيره ومختلفه وشاركنا اسعار بعض الحاجات منهم. ولو اول مره تشوفني ما تنساش تشترك معانا علشان تشوف ان شاء الله بقيه الفيديوهات اللي جايه. ولو الفيديو عجبك حتى لو بنسبه 1% يا ريت تديني اللايك الجميل علشان نساعد ان القناه تكبر وان الفيديو ده يوصل لناس تانية. ولو ليك اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات. منورني يا احلى اخوات وداعمين في الدنيا. اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم.